النهارده عيد ميلاد أسطورة مصر الحديثة. النهارده عيد ميلاد اللي ما جابتوش ولاده ولا دكتور نسا، جه لوحده، جه في تاكسي. النهارده عيد ميلاده، فقرر يطلع هو بذات نفسه قبل عيد ميلاده بيوم، وواضح جدا ان هو بيعاني من مشكله عقليه، ولبس لبس الفرعون الاصيل. ده منزل تصريحات لوز العنب، لوز العنب من ضمن تصريحاته بيقول لك انا جيت في وقت كل حاجه على الارض، الفن على الارض، والقيم على الارض، والتعليم على الارض، والصناعه على الارض، والاقتصاد، كل ده ماشي، والوعي. انا استلمت دوله كهن. طب ما قلتليش معلش يا كابتن سيسي، معلش ما قلتليش والديون كانت كام في مصر؟ الدولار كان بكام في مصر؟ انت جيت لقيت الدوله على الارض، انا معاك جدا. جيت لقيت الفن على الارض، والصناعه على الارض، والقيم على الارض. ليه كانت الناس بتاكل بعضها في الشارع؟ جيت منين؟ يعني انت كنت فين وجيت؟ يا جدع اتكلم كلام عاقل. انت كنت بره وجيت مثلا؟ كنت في امريكا وجيت؟ كنت في اوروبا؟ ما انت قاعد معانا في مصر. انا موافقك جدا يا كابتن جعيرو. بس انا عايز اقول لك بقى، قول لي بقى لما جيت كان الدولار بكام؟ كانت انبوبه البوتاجاز بكام؟ كان كيلو اللحمه بكام؟ كان ديون البلد كانت بكام؟ ايه الرياضه اللي كانت على الارض؟ ده الكابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه وطولة العمر كان مخلينا في السما في العلالي، رايح تجيب لي الجعير حسام حسن. ايه اللي الرياضه اللي كانت على الارض؟ لا معلش، ده احنا كنا محتكرين بطوله الامم. ايه اللي الرياضه اللي كانت على الارض؟ وايه الفن اللي كان على الارض؟ وجبت لنا مين فن؟ محمد رمضان؟ جبت لنا مين؟ امير كرارة؟ جبت مين انت؟ ايه اللي جبته؟ قال لك الفن كان على الارض. ده انت ركبت السعوديه علينا. ويقول لك التعليم على الارض. ده انت جايب وزير تعليم ضارب شهادات، يا فاجر انت فاجر. ده انت جايب وزير تعليم ما حصلتش في التاريخ، ضارب شهادتين، ده ضارب 3 شهادات كمان. ايه اللي التعليم على الارض والاقتصاد؟ الاقتصاد اللي على الارض. انت يا راجل، انت عندك انفصال وعي، انت عندك حول، عندك عمى. انت فاكر الشعب هيصدق الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الشعب عارف كانت انبوبه البوتاجاز بكام، وكان الدولار بكام، وكانت ديوننا بكام، ودلوقتي بقينا قد ايه؟ عملت انت في الاقتصاد؟ قفلت كام مصنع؟ انت جيت كان عندنا تيران وصنافير، وكان عندنا راس الحكمه، كان النيل بتاعنا، ده اللي انت جيت عليه. ده عبد الفتاح يا كذاب اللي انت جيت عليه. انت جاي على بلد كان كام حاجه و40 مليار ديوننا كلها على بعض شاكب راكب، وصلتها ما شاء الله ل 161 مليار، ما شاء الله الله اكبر. الدولار مش عارف ب 7 8 جنيه، وصلته ل 47، وعمال تلعب في الاموال الساخنه عشان تنزله، وهو سعره مش كده، سعر الدولار 50 60 جنيه، بس انت عمال تلعب في الاموال الساخنه. جيت كان عندنا مصانع، كان عندنا شركات، قفلتها كلها. جيت كان عندنا النيل بتاعنا ونقف في وش التخين، بعته لاثيوبيا. تستهبل؟ فالنيل اللي جيت لقيته واقع. كان عندنا نور الشريف واحمد زكي وناس زي الفل. يا راجل حرام عليك والله، ده انت فاجر، انت فاجر. الخلاصه يا حضرات ان السيسي بيؤكد يوميا انه لا بيسمع ولا بيشوف، وانه منفصل تماما عن الواقع كله.